كتير من الطلاب دلوقتي بدأوا يلجأوا للجامعات الخاصة بعد ما محالفهمش الحظ إنهم يلتحقوا بالجامعات الحكومية بسبب مجموعهم أو بسبب رغبتهم إنهم يكملوا تعليم خاص مش حكومي. لكن للأسف أسعار الجامعات الخاصة السنة دي بقت نار زي ما أسعار كل حاجة ولعت. فيا ترى أسعار الجامعات وصلت لكام؟ والتنسيق فيها بقى إيه؟ وإيه أحسن كلية ممكن تقدم فيها؟ أنا مريم مجدي وده اللي هنعرفه في الفيديو ده. مش معنى إن في طلبة ما حالفهاش الحظ إنها تدخل كلية حكومية بالتنسيق بتاعها يبقى حلمها ضاع. لسه الفرصة موجودة وأنت تقدر تدخل الكلية اللي نفسك فيها، بس لو معاك فلوس. وده لأن أسعار الجامعات الخاصة والأهلية السنة دي بقت مبالغ فيها جدا وبقت في مستوى المليونيرات، وتقريبا كده الجامعات دي بقت بتستهدف بس الطلبة اللي معاهم فلوس. بس السؤال هنا، هي أسعار الجامعات وصلت لكام؟ بص يا سيدي، موقع المصري اليوم نشر بالتفصيل أسعار الجامعات الأهلية. ودلوقتي مصروفات كلية الطب البشري في جامعة أسيوط الأهلية وصلت ل 120,000 جنيه، وطب الأسنان ب 100,000 جنيه، وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية 45,000 جنيه. أما كلية الصيدلة والبحوث الدوائية فب 70,000 جنيه. وبالنسبة لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فهي ب 40,000 جنيه. وكلية العلوم الإدارية والمالية 35,000 جنيه. وكلية الألسن واللغات التطبيقية ب 30,000 جنيه. أما جامعة الزقازيق الأهلية فطب بشري فيها ب 110,000 جنيه، وطب أسنان ب 100,000 جنيه، وصيدلة ب 80,000 جنيه، وهندسة ب 60,000، وحاسبات ومعلومات 50,000، وتمريض ب 40,000 جنيه. وبخصوص مصروفات جامعة الإسماعيلية الأهلية فكلية الطب البشري ب 115,000، وكلية طب أسنان ب 105,000 جنيه، علاج طبيعي ب 90,000، وكلية صيدلة ب 70,000، وكلية هندسة ب 60,000 جنيه، وكلية التمريض ب 35,000 جنيه، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية ب 35,000، وكلية التجارة الدولية واللغات برضه ب 35,000. أما مصاريف جامعة الملك سلمان الأهلية فكلية طب الأسنان ب 106,700,000 جنيه، وكلية الطب البيطري ب 66,000 جنيه، وكلية علوم التمريض ب 31,000 جنيه، وكلية الصيدلة ب 93,500 جنيه، وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية ب 39,000 جنيه. أما مصاريف كليات جامعة اسكندرية الأهلية فطب الأسنان ب 130,000، وصيدلة ب 115,000، وهندسة ب 85,000 جنيه، وكلية علوم الحاسب والبيانات ب 60,000 جنيه، وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية ب 50,000 جنيه، وكلية الإعلام والاتصالات ب 50,000 برضه، وكلية علوم ب 55,000 جنيه، والعلوم الاجتماعية والإنسانية برضه ب 50,000 جنيه. انت كمان عندك جامعة بني سويف ودي بقى مصروفاتها للطب البشري 100,000 جنيه، وطب الفم والأسنان ب 85,000 جنيه، والعلاج الطبيعي ب 75,000 جنيه. أما الهندسة ب 55,000، والحاسبات والذكاء الاصطناعي ب 35,000. بس هي ليه أسعار الجامعات زادت بالشكل ده؟ أنا هقولك. حسب تصريحات سابقة لمصدر مسؤول بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية إن مصروفات الجامعات الخاصة بالفعل أسعارها زادت السنة دي علشان طبعا ارتفاع الدولار قدام الجنيه المصري. انتوا بقى قولوا لنا ايه رأيكم في أسعار مصروفات الجامعات، وقولوا لنا لو تعرفوا حد في ثانوية عامة جاب مجموع كام وناوي يخش كلية ايه. نحب نعرف رأيكم في الكومنتات.